اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن نقطة مهمة جدا جدا جدا، وتهم حبايبي اللي انا مستهدفاهم، او المجموعة اللي انا حابة او عاملة لها الفيديوهات دي مخصوص، حبايبي اللي في قلبي من جوه. طبعا انا بتكلم عن الناس اللي وزنها زايد، او الناس اللي تخنانة شوية، او حتى لو هي قلبوزة قوي 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 قوي. تعالي كده هنتكلم مع بعض بعمق النهاردة، وهنتكلم مع بعض بفيديو مميز جدا جدا جدا، وهو ازاي تتقبلي نفسك وتحبيها على وضعك، على وضعك وانتي كده، حتى لو انتي زي ما قلت اللي هي قلبوزة. يا جماعة، انا مش بعمل دايت علشان بكره نفسي بالشكل ده، لا، انا بعمل دايت علشان بحب نفسي، وعشان عايزة اطور من نفسي واهتم بيها، مش عشان انا مش راضية عن شكلي. بالعكس، انا راضية جدا جدا جدا، واكيد انا جوايا حاجة او فيا حاجة ربنا سبحانه وتعالى ادهاني ميزني بيها عن كل الناس اللي حواليا. مفيش حد عنده اللي هو عندي وربنا ميزني بيه. قد ايه في ليا ناس اعرفهم ومليانين في الجسم وحجمهم زيادة جدا جدا جدا، وبعشقهم وبموت فيهم، وما ببصش على اي تفاصيل ليهم، انا ببص على وشهم السمح، ببص على الكاريزما العالية اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم، ببص على القبول اللي ملوش نهاية اللي ربنا سبحانه وتعالى حباهم بيه. وبجد دي حاجات واقعية وملموسة. انا ليا صاحبتي بحبها جدا وبعزها جدا، وليا اختي بحبها جدا وبعزها جدا، وليا مش عارفه بنت مين، بنت خالي، بنت عمي، امثله ومثلا. انا مش بتكلم عن نفسي بس، بقول في العموم. مثلا لو لاحظتي كده وبصيتي للصوره بنظرتك انت او نظره كل الناس، محدش باصص ان هي مليانه، محدش باصص ان هي جسمها مليان خالص، من كتر ما كاريزمتها طاغيه، من كتر ما حب الناس ليها طاغي. لان ده لا عيب ولا حرام ولا شيء يقلل من الانسان، بالعكس، المهم الصحه. احنا بنعمل دايت علشان نطور من نفسنا، علشان نحسن من صحتنا، مش عشان احنا مش متقبلين نفسنا. لازم نتقبل نفسنا يا جماعة. طب انت لو عندك بيت جميل وبس يعني صغير وعفشه كده على قده وكده، انت بتعملي ايه وانت حباه؟ انت حابه البيت ده، بتحاولي تطوري فيه، بتحاولي تجيبي فازة حلوة، زرعة جميلة، لا هحط طابلو هنا، لا هغير مش عارفة الانتريه بفرش جديد، لا هحط مفرش على الترابيزة حلو، لا هجيب. هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا حابين نفسنا ولازم تحبي نفسك وتتقبليها، لكن احنا باصين لقدام وبنحاول نطور من نفسنا ونحسن من صحتنا. لان مثلا انا لو عندي دهون على البطن هتعمل لي مشاكل بعد كده. لو انا عندي 20 سنة دلوقتي، في ال30 مش هبقى زي ال40، مش هبقى زي ال50، وهتعب، وممكن اتعرض ان يجيلي لا قدر الله سكر او ضغط. طب لو انا الافخادي كبيره وجسمي مليان ومش عارف ايه، ما انا ممكن ان انا يحصل تقل على رجلي ويحصل لي مشاكل في رجلي بسبب زياده الوزن. كفاءتي بتقل، انا مع السن كفاءتي بتقل. فانا بعمل دايت علشان كده، علشان احسن من اداء جسمي في المستقبل. ودي نظرتي للموضوع، نظرتي للاكل الصحي ونظرتي للدايت هي عشان كده. لا عمر ما كان الجمال برقم على الميزان، ولا عمر ما كان الجمال والشياكه بمقاس للبنطلون، ان مثلا انا عايزه البس جيبه مش عارفه مقاسها ايه، او بنطلون عامل ازاي. لا يا جماعه، عمره ما كان باللبس وعمره ما كان بالوزن، لكن انت بالقبول. ما في ناس يعني مانيكان وما تحبيش تبصي في وشها، ما تحبيش تتعاملي معاه، وفي ناس عكس كده وتحبي تتعاملي معاها جدا وتعشقيها وتحبيها. وفي مشاهير كتير جدا حوالينا حجمهم مليان او جسمهم مليان، احنا بنعشقهم، فنانين وفنانات
وبنحبهم جدا عادي، ومش باصين للنقطه دي خالص. لو تلاحظوا احنا مش باصين للنقطه دي، لكن الانسان دايما بيبص لنفسه ويقعد يبص للحاجات اللي هي يعني ايه ديفوهات فيه. لكن الناس مش بصالك كده. حط في دماغك ان الناس مش بصالك كده، الناس بصالك باكج مجمله كده على بعضك. فلانه مش بطنك او اردافك او كتافك او تخنك او رفعك. الناس مش بصه كده خالص خالص. فخد الموضوع بأريحية شديدة جدا. انا دلوقتي عندي كام سنه؟ انت مثلا عندك 20 سنه ووزنك مليان. انا يا جماعه هاكل اكل صحي. قولي لنفسك كده، انا هاكل اكل صحي وهعمل دايت بالخفيف، يعني براحتي. اخس، الكلمه دايما اللي بقولها، براحتي، بس ما زيدش. ان شاء الله اثبت على حالي بس ما زيدش. ومع الزمن لما ابقى 30 ووزني بدأ يتظبط عادي. احنا مستعجلين على ايه؟ الناس اللي مقرقه نفسها مستعجلين على ايه؟ ما تستعجلوش يا جماعه، ما تستعجلوش الثمره. كل ما استعجلتي كل ما توترتي كل ما فشلتي. لكن انت ما تستعجليش، براحتنا خالص. بس اهتم من دلوقتي، اهتم اكلي يكون صحي، اهتم اقلل اكل شويه، اهتم ان انا ما اكلش حاجات اللي هي اللي بتعمل فات بسرعه او اللي بتخني بسرعه او الكلام ده. واحده واحده. طب افرض انا كل يوم بوزن او كل اسبوع وما بخسش، طب بتزيدي؟ لا ما بزيدش، يبقى انت زي الفل عادي جدا. استمري على كده، علشان نفسك وعشان تطوير ذاتك وعشان صحتك في المستقبل، مش عشان اي اسباب تانية. لكن انت كده زي القمر وزي العسل، وهتتقبلي نفسك على ده. يبقى المدة مش مهم، الوقت مش مهم. انت بصتك لنفسك في المراية غير بصة الناس ليكي. انت شايفة دايما الوحش اللي فيكي، لكن الناس شايفة كله على بعضه. الناس شايفاكي كلك قمر، كلك على بعضك كده زي العسل. فحط ده في دماغك وانت بتعملي دايت. ان شاء الله ان شاء الله تحبي نفسك وتطوري منها، ونخس كمان من غير ما نكون حاطين في بالنا خالص 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 رحلة حرمان. لا، احنا عايشين حياتنا خالص، بس بنطور، بنكون اخف، بنكون احسن. بحبكم، يا رب الفيديو يكون وصل لكم، وبحبكم جدا جدا جدا. ولايك وشير واشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات التحفيزيه دي. ولازم تشيري الفيديو لاي حد تعرفيه مهتم بالموضوع. باكد تاني، مهتم بالموضوع. بحبكم جدا جدا حبايب قلبي، ومع السلامه.